ازيكم يا شباب، ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنتكلم على سبيك كيت. ايه هي سبيك كيت اصلا؟ سبيك كيت هي حاجه بنسميها سبيك دريفن ديفلوبمنت. تخيل معايا كده ان انت تبدا البروجكت بتاعك من غير بلان، من غير جايد لاين واضح تمشي عليه. فالحاجات دي كلها بتساعدك انك تنشئ مشروع بشكل كويس عن طريق الايجنتس. تمام، لو احنا كده مثلا ليه الايجنتس اللي احنا بنستخدمها بشكل عادي في يومنا، فهتلاقي كمان إن هو فيها كذا مود. المود اللي هو الagent ده اللي هو بيبدأ يكتب كود على طول، مود الask إن أنت بتسأله شوية، ومود الplan. طبعًا معظمنا كان بيعمل كده الأول، يحط حبة الكلام اللي هو عاوز يكتبهم في الfeature، تمام، والنقط بتاعته. بعد كده يشغله على مود الplan. بعد كده الplan تبدأ إن هي تسأله حبة أسئلة، بعد كده يبدأ إن هو يجاوب، وهكذا لغاية ما يطلع بplan كاملة. ده كويس على فكرة بالنسبة مثلا الفيتشر اليومية أو الحاجات التاسكات الخفيفة كده، ولكن مش كويس بالنسبة مثلا لو أنت عاوز تبدأ بروجكت بتاعك، أو مش كويس لو أنت بتكتب فيتشر كبيرة. فالفلو الخاص ب spec driven development هو كالآتي: إنك أول حاجة بتبدأ بإن أنت تحدد دستور الproject بتاعك، بحيث إن هو خلاص أنا القواعد بتاعتي حطيتها في حاجة اسمها constitution. بعد كده بابدأ إن أنا أعمل عليها specify أو specifications. دي بقى الحاجات اللي هي بتحدد الtask، مش الtask بقى ذات نفسها، الfeature ذات نفسها فيها إيه بالضبط. تمام، بعد كده بيبدأ يتعمل لي plan. الplan دي بتحوّل الكلام المُبهم اللي في الfeature دي لحاجات تنفيذية. بعد كده بقى باخد الحاجات التنفيذية دي باحولها لتاسكات خفيفة، بحيث إن أنا أعرف أtrack الagent وهو شغال، أعرف هو شغال في أنهي task، خلّص قد إيه، أعرف أعمل audit عليه. يعني مثلًا الجزئية دي خلّصها إزاي، طب تعالَ كده نراجع الكود، طب تعالَ نشوف إذا كان في edge cases هو ما خدش باله منها، الكلام ده كله. فتعالَ كده واحدة واحدة نعرف إزاي إن إحنا نعمل setup لspec kit، وبعد كده إن إحنا نيجي نستخدمها. لو أنت رُحت كده على spec kit اللي على GitHub، هتلاقي إن هو طبعًا زي ما أنت شايف 7000 fork، 91,000 star، فهتعرف إن هي دي الspec kit. فهنا بيقول لك ده الrecommended، يعني إن أنت تحمّل UV وUV تعمل install للCLI، مع إنك تحدد الrelease بتاعها، وتحدد إزاي الrelease بتاعها عن طريق إن أنت تروح كده على آخر releases. تمام، وبعد كده هنا هتشوف إن ده الريليز بتاع الspec kit. طيب، خلّينا أول حاجة خالص نحمّل أصلًا UV لو هي مش عندك، ده عن طريق الPowerShell أو عن طريق الWindows عامةً، وده عن طريق الMac والLinux. فشوف أنت حابب تعمل إيه وحمّلها عن طريقه يعني. محمّلها أصلًا عندي، بس كل الحكاية إن أنت هتعمل copy للكلام ده كله، وتروح هنا تكتب مثلًا PowerShell، تمام، وتبدأ إن أنت تكتبها هنا وتعمل install، وكده خلاص هيتعمل لك هنا install للUV. برضه هتلاقي اللينكات دي موجودة في الديسكريبشن وفي أو الكومنت مثبت، هتلاقوها عشان لو انتوا عاوزين تشتغلوا بيها ولا حاجة. تعالى نحمل آخر حاجة خاصة بسبيكت، واللي هي بتكون 8.1. هنروح كده على CMD، نروح نقول له ايه عاوز أحملها. كده هي بقت متحملة عندك جاهز. فهنروح نفتح CLI التانية، وبعد كده مش هنكتب specify CLI، احنا هنكتب specify بس. المفروض هي كده تشتغل معانا. هي لأن هو specify 0.8.1. هنا ليها أكتر من create، فأنت ممكن لو أنت لسه معملتش project خالص، ده ممكن ننفذه مع مثلا الجزئية الخاصة الreact، إن احنا معملناش project خالص. فاحنا ممكن نقول مثلا specify init project name، أو لو أنت عندك already
project، فأنت هتعمل specify init dot أو dash here وintegration copilot. فهنا برضه هتلاقيني إن أنا باشرح لك إيه المشكلة، زي مثلًا إن أنت بتدّي لcopilot prompt كبيرة جدًا، فيها intent بتاعتك بس مش واضحة، تمام. الAI بيبدأ اللي هو يhallucinate منّك، يقدر اللي هو يعمل حاجات مش اللي أنت تقصدها طول الوقت، فيبدأ اللي هو تراجع وراه وتقضّي 2 months تانيين في إن أنت تشتغل على اللي هو طلّعه ده عشان يبقى كويس، ودي حاجة طبعًا أنتم مش حابينها ولا أنا حاببها الصراحة. فالهدف بقى من spec kit إن أنت تعمل هنا detailed functional spec describing إيه هو الsystem بيعمله وإيه اللي مش بيعمله، الplan technical implementation. بعد كده هنا تبدأ إن أنت تحط التاسكات بتاعتك كbreak down عشان تعمل لها implementation. فالفكرة كلّها إن الspecification دي هي مجرد الconcept بتاعة الfeature أو how it work، تمام. فتعالَ كده إن إحنا مثلًا نروح نفتح الterminal ونحط له هنا paste، نقول له specify init. بيقول لي هنا إن الdirectory هو مش empty، فما فيش مشكلة، أنا كده أصلًا عارف إن هو مش empty. do you want to continue؟ yes. هو هنا بيخيّرني ما بين الbash وما بين الPowerShell، فأنا هاختار الPowerShell. هو هنا بيقول لي deprecated، خلاص إن أنت تعمل dash AI is deprecated and will no longer available في الversion اللي جاية، تمام. use integration copilot وخلاص على كده، مش لازم إن أنت تكتب dash AI. طيب هو هنا بيقول لك كمان الflow اللي أنت ممكن تعمله. أنت أول حاجة هتعمل spec constitution، بعد كده spec specify، بعد كده plan، بعد كده tasks، بعد كده implement. هنا بيقول لك الoptional command اللي أنت ممكن تعملها، زي مثلًا لمّا تيجي تعمل plan أو قبل ما تعمل plan خلاص خلصت بقى الspecification، تبدأ بقى إن أنت تعمل إيه، clarify عشان تتأكد إذا كان في أي مشكلة في الspecification بتاعتك والّا لأ، بعد ما تعمل الplan وقبل ما تبدأ إن أنت تعمل implement أو بعد ما تعمل tasks ممكن تعمل حاجة اسمها analyze، بحيث إن هو يعمل check على الspecification والplan والتاسكات، ويبدأ بقى يشوف هل فعلًا كلّهم بيmeet نفس الrequirements والّا لأ. بعد كده هو هيطلع لك report يقول لك مثلًا لأ أنت محتاج إن أنت تعدّل حاجة مثلًا معيّنة، بعد كده تبدأ إن أنت تعمل إيه implement. وهنا الchecklist بيgenerate الquality checklist to validate requirements completeness، وده ممكن برضه إن أنت تعملها بعد ما تعمل الplan ذات نفسها يعني. أعتقد إحنا مش محتاجين كل الكلام ده كلّه، إحنا بس محتاجين clarify ونanalyze sometimes يعني، تمام. طيب تعالَ كده نشوف إيه اللي حصل. هو هنا ضاف في GitHub حبّة حاجات زي مثلًا agents، ضاف Spicket agent sub agents، تمام. الchecklist آمم، حتى كمان هتلاقيهم هنا اتضافوا analyze checklist clarify constitution whatever الباقي. ضاف حاجات خاصة بGitHub اللي هو get initialize remote validate الكلام ده كله. وهنا ضاف حبة prompts، وهنا الtemplates يعني مثلا الchecklist type والconstitution template، تمام. فده الtemplate اللي هو بيعمل على أساسه الميموري بتاعتك، تمام. فتعالى إن احنا نبدأ في الconstitution. معلش برضه خلينا نوضح ايه هو constitution مرة تانية. constitution هي principles أو قوانين أنت بتحطها لل AI بحيث إن هو ما يقدرش يعمل بعد كده أي حاجة مخالفة للrules اللي أنت بتحطها، تمام. بحيث إن هو لو أي حد قال مثلًا اعمل كذا، فالagent على طول هيبدأ إن هو ياخد القوانين دي ويبدأ إن هو يمشي عليها في
implement الtask اللي أنت هتعملها دي، تمام. إزاي بقى إن إحنا نعمل القانون ده؟ كل الحكاية إن أنت لازم برضه إن أنت تكون على الagent mode، بعد كده هنا تروح تقول له إيه، عاوز أعمل spec، وهنا spec هتكون خاصة ب constitution. بعد كده بقى ممكن تعرّف اللي أنت عاوز تعمله، فمثلًا أنا هنا كاتب prompt، خلّينا نقرا الprompt دي مع بعض ونفصّلها. هنا أنا باقول له إيه، إن ده project خاص بproject management platform for software dev teams، تمام. أنا كده باقول له الcontext بتاعك، أنت هتعمل project management platform. الفكرة بتاعتك كلّها إن أنت لازم يكون عندك immutable principle، حاجة لا يمكن تتغيّر، زي مثلًا الarchitecture بتاعنا هيكون عبارة عن إيه، service layer pattern controller service model. ما فيش عندك حاجة اسمها DTOs، ما فيش حاجة عندك اسمها repository pattern. إحنا مش هنستخدم أكتر من database، عشان كده مش عاوزين استخدامك يكون خاص بrepository، تمام. الOS هيكون عندك Laravel sanctum، كمان هيكون عندك Laravel permissions، بحيث إن هو يكون في عندك 3 rule developer manager client، تمام. ما تقعدش مثلًا تروح تعمل لي أكتر من حاجة، فمثلًا ما تروحش تعمل لي مثلًا HR، ما تروحش تعمل لي مثلًا quality assurance، ما فيش الكلام ده كله. عندنا 3 rules بس. عندنا كمان الAI، لازم إن أنت تاخد في الاعتبار إن بنستخدم Prism PHP for all LLM interactions، ولكن مش هنستخدم Laravel AI SDK. في بقى هنا الclient isolation. Clients must never see internal tasks. هنا بقى الconcept بتاعنا هو API first decoupled React front end consuming JSON API، وكل الauthorization enforced فين؟ في server side. طبعًا إحنا لازم نعمل testing، فالtesting هيكون عن طريق best، تمام. فevery service method must have a corresponding feature test. فإحنا هنعمل feature test، وكمان لو إحنا عاوزين نعمل test للPrism أو للLLM، فهنعمل test إزاي؟ نعمل test عن طريق AI feature test with Prism fake. في حاجة في Prism PHP الpackage اللي إحنا بنستخدمها فيها حاجة اسمها fake، فبتخلّي إن إحنا كده نحاكي عملية ال LLM والحاجات اللي هتخرج منه. هنستخدم Laravel 13 Laravel 13 use PHP 8 attributes. الcode style بقى الخاص بينا هيكون عامل إزاي؟ هيكون ما فيش أي الclient في الcontroller، no الclient in controllers، no business logic in models، service accept array not request objects. طيب دي الprompt الأساسية بتاعتنا. هل إحنا ممكن نعمل حاجة زيادة؟ بكل بساطة. أنت لمّا بتيجي تعمل أي project Laravel حاليًا بيكون معاك حاجة اسمها agents.md، وده فيه Laravel post guidelines. فمن خلال بقى Laravel post guidelines دي أنت ممكن تقدر تخلّيه ياخد الحاجات بتاعتك، ويبقى عارف أكتر عن اللي أنت عامله مثلًا من skills، من convention لverification scripts لfront end bundling مثلًا، وأنت عندك documentation file replies Laravel post. فإحنا ممكن نضيف كمان اللي هو إيه، في النقطة التانية Laravel post guidelines. بعد كده هنا نقول له إيه، use agents dot md for this guideline and skill activation. بعد كده ممكن طبعًا نعمل له reference للguideline ده، تمام. حلو، أنت هنا برضه ممكن في Laravel post guideline تغيّر شوية في الحاجات بتاعتك. يعني مثلًا أنا هنا مش عاوز أستخدم tailwind، فممكن أشيل
الskill activation بتاعتها. برضه في حاجة هنا مضايقاني شوية، أنا مش هاعمل front end bundling، ده خاص بالUI وإحنا هنبقى في API بس، فإحنا هنشيل الكلام ده. بس يا سيدي، وتعالى بقى نعمل run للحاجات دي. هو هنا عمل 3 to dos، بدأ هنا يقول لك الservice layer. طب خلينا كده نشوفها كده بالشكل ده. هتقول لي بقى طب أنا دلوقتي لو أنا عاوز أضيف حاجة في المستقبل، بكل بساطة راح أضيفها هنا في الconstitution بعد كده أكمل. أهم حاجة، أهم حاجة إن الconstitution ده يكون هو ده صح جدًا بالنسبة لك أنت، ما تعدّيش نقطة إلا لمّا تكون قاريها وبس وخلاص. يعني بالنسبة لك إن أنت الconstitution ده لو في حاجة واحدة بس غلط، فهو هيبقى كل الproject عندك غلط، تمام؟ وبس كده. المرة الجاية بقى إن إحنا نبدأ نعمل specification، بعد كده نعمل عليها التاسكات والplan وكده.